بالخدمة كل شيء يجي. أنا حاجة واحدة نقول للعباد اللي باش تمشي لإسبانيا أو باش تمشي لأوروبا، لازم تتوقع الصعب. ما تتوقعش أنه من الشهر الأولاني باش تلقى كل شيء ممهد. راهو في فرنسا يعيشوا في ديزابارتمون مينيسكول، معناها في باريس معناها نحكيو على 3 و6 متر و5 متر مربع، القرب معناها الجغرافي. لكن التوانسة غاديكا يقراو ويخدموا مستقرين والحمد لله. معناها أنا عندي صديقة تعيش في برشلونة، الحياة صعبة ماهيش سهلة، فرص العمل ماهيش معناها في المتناول كما برشا عباد تتخيل، والعمل شاق جدا أكثر من عباد تتخيل. معناها فما عباد تخدم أكثر من 10 و12 ساعة يوميا، وباش يخلصوا الحد الأدنى. ف معناها ما تخيلوش أنه دي بيغو كليماتيزي هكا فرحانين بكم. لا راهو وحتى الادابتاسيون، حتى التأقلم. صحيح الإسبان يحبوا الحياة ويقبلوا الأجانب، لكن أنه تتأقلم مع طريقة عملهم، مع عاداتهم، مع الاختلافات متاعهم اللي هم من أقليم الإقليم. العادات تتبدل وحتى اللغة ساعات تتبدل، مش الكاستيانو في العاصمة كما الكتالان في برشلونة. يعني تخيل أنت حتى اللغة الإسبانية فيها لهجات. بالخدمة كل شيء يجي. أنا حاجة واحدة نقول للعباد اللي باش تمشي لإسبانيا أو باش تمشي لأوروبا، لازم تتوقع الصعب. ما تتوقعش أنه من الشهر الأولاني باش تلقى كل شيء ممهد. راهو في فرنسا يعيشوا في ديزابارتمون مينيسكول، معناها في باريس معناها نحكيو على 3 و6 متر و5 متر مربع. فلازم يتعبوا من الأول ومن بعد يرتاحوا الحمد لله. معناها والأوضاع تتحسن. عندك برشا صحاب في اسبانيا انت اكيد؟ اي عندي اصحابي في اسبانيا، واحد اسمه خوان، الاخر مويسيس، علادين ماروكو، مويسيس كولومبيانو، خوان وروبرتو ذوكم اسبانيوري. قولي لهم باسبانيور يجيو لتونس، راهي بلادنا مزيانه وفيها شمس وفيها بحر محلاه محلاه. Venir a Túnez, nuestro país en nuestro país hay mucho sol y el mar está bien bien, el mar está muy caliente. شكرا.